ويا صباح الفل، يسعد لي صباحكم يا بنات. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد وروتين جديد النهارده، روتين للريسبشن. هعمل كده تنظيف كده، مش هنقول تنظيف عميق بس هنقول تنظيف اسبوعي كده للريسبشن. ننضف كده لان بصراحه حسيته خلاص بقى كده مبهدل وبدأ يستغيث. اول حاجه كده ابدأ ان انا افتح كده الشبابيك وادخل كده الهواء والشمس كده يغيروا الريحه كده بتاعه الريسبشن ويغيروا الجو كده بتاع الشقه. طبعا عملت كده في الشقه كلها. بصوا بقى، ده كده شكل الريسبشن. هو هيبان لكم ان السجاد نظيف وكويس وما فيهوش اي حاجه، بس بصراحه لا يعني الكاميرا حبت ما تكسفنيش، لكن بصراحه السجاد فيه بقع. فنبدا كده نعمله تنظيف ونعمله كده غسيل على الناشف. بصراحه غسيل على الناشف ده بيخلي السجاد اكتر وقت ممكن نضيف معايا. بصوا، اول حاجه هنا بدات ان انا اشيل الكسوه بتاعه الانتريه، وهبدا اشيل كده الشلت كمان، لان هنشوف كده تحتها مفاجاه يعني. ابني بياكل وبياكل الانتريه معايا بصراحه، يعني بواقي اكل ما اقولكوش يعني. وعايزه اقول لكم انا بعمل الحركه دي كل 3 ايام يعني، لان هو وعارف نفسه بيضحك. فبياكل وبيخلي الانتريه ياكل معاه. بصوا، اول حاجه بدات اشيل الشيلات وبدات انفض الانتريه، عشان لو اي تراب او اي حاجه تنزل كده في الانتريه من تحت، وهبدا اشفطه بالمكنسه. واشيل كل البواقي دي. بصوا، التنظيفه بتاعه الاسبوع بتاعه الريسبشن ده بصراحه يعني بتسهل معايا وقت كتير لما باجي بعمله تنظيف عميق. يعني باجي بعمل تنظيف عميق بتبقى الدنيا كده سهله معايا، وما بقاش مضغوطه كده، وبقى كل حاجه مضغوطه عليا. فبدأت كده اشيل الخداديات، حطيتها كده كلها في البلكونة وسبتها تتهوى كده. وكمان الخداديات كنت غاسلة الكوشن بتاعها برضو وحطيتها كمان تتهوى. بدأت هنا اشفط الانتريه واشيل كل بواقي الاكل اللي هو حيطالي دي، وانضف كده لو في اي ترابة او اي حاجة كده ابدأ اشيلها. بص، هو الانتريه لونه بني غامق، بس هو هنا في الصورة جاي عسلي، بس هو لونه بني غامق. عايزه اقول لكم انا شقه اسكان اجتماعي، بس يعني الشقق الاسكان الاجتماعي بحس ان هي يعني يليق عليها اكتر ركنه مش انتريه. لاني بصراحه يعني حاولت اعمل كذا منظر كده في الانتريه، بس لا، يعني هي الصاله بتاعه الاسكان تحس ان هي مربعه في الاول وبعد كده جايه طويله من الاول، معرفش ليه. يعني معرفش، هي عايزه ركنه في الحته المربعه اللي من قدام دي، يعني هتشوفوها في الفيديو في الاخر هتلاقوا ان هي الافضل ليها ركنه. بس ان شاء الله هجددها، لان هو كمان كده كده الانتريه خلاص بدأ يهبط فمحتاج يتجدد. هنا بدأت انضف الجزامه، وبدأت اشيل كده كل حاجه وابدأ المعها. بصوا، هنا بحب المع بالمناديل الوايبس. بصراحه المناديل الوايبس بتدي ريحه حلوه، وبعدين بتخلصي المنديل وبترميه. لان الفوط بتاعه التنظيف، بحس ان الفوط بالذات اللي بنضف بيها التراب مهما نغسلها ونيجي ننضف بيها تاني بحس ان هي بتعمل ريحه مش حلوه. لكن المناديل الوايبس بيسيب ريحه حلوه في الشقه كانك رشه معطر. ف ومش غالي يعني، بجيب العرض بتاع المنديل الوايبس، بيبقى فيه باكيت فيه 72 منديل ب 30 جنيه، وساعات بيبقى نازل عليه عرض 20 جنيه، بيقعد معايا الشهر كله. بدأت اشيل كده كل حاجة، وهبدأ ألمع كده كل حاجة على الجزامة، واديها تلميعة حلوة كده. قولوا لي بقى، انتوا بتحبوا تنضفوا بالشهر ولا بتحبوا تنضفوا بالاسبوع؟ انا بحب بصراحة انضف بالاسبوع، بعمل كل حاجة تنظيف ليها اسبوع. كل اسبوع بحب بمسك حاجة كده في الشقة، بحيث ان لما اجي اعمل تنظيف الشهري ما تبقاش الدنيا كلها مبهدلة. يعني المطبخ كمان بحب اعمله تنظيف بالاسبوع، مش اللي هو التنظيف العميق اللي انزل كل حاجة واغسله. لا، بحب اغسله كده من بره ولمعه كده من بره، امسك الشفاط كده انضفه، وان شاء الله هعمله معاكم بحيث ان هو يبقى الدنيا كلها سهله كده بالنسبه لي. بصوا، هو المفارش دي المفروض كنت غسلتها مع الكوشن، بس بصراحه نسيت، وهي يعني لايقه على الطقم اللي انا هفرشه، فلقيتها بالنسبة بقى نظيفه ما فيهاش اي للمفارش حاجه. الفرو دي عايزه اقول لكم ان هي مش عمليه خالص بصراحه. يعني مع كذا غسله كده، يعني انا بصراحه بغسلهم على طول، فحسيتهم ان هي مش عارفه بقى من كتر الغسيل ولا هي الخامة مش حلوة. بتحسوا ان الشعر بتاعها كده بيبقى زي المفرش. يعني بصوا اللي على الجزامة مش زي الكوشن حسيته ان هو مسك في بعضه كده، ومهما اصلحه بالفرشة لا، خلاص هو قفش في بعضه، فحسيته مش عملي خالص. آه، فان شاء الله هجيب كده طقم جديد للعيد ان شاء الله. بس بصراحة ابعد عن الفرو خالص لان مش حلو، وبعدين بيوقع شعر كتير فبيبهدل لي السجاد.
بدأت هنا ألمّع الجزامة خلاص واديتها تلميعة حلوة، هابدأ كمان أمسك الزرع ألمّعه. كنت حابة إن أنا أدخّل الزرع كده تحت الدُش كده أدّي له غسلة كده حلوة، بس هو البوت بتاعه فيه جبس، فأنا خُفت لا الجبس بتاعه يفرول من المَيّة، فبدأت كده ألمّعه بالمناديل الwipes و أمسحه كده من التراب. عايزة اقول لكم ان الزرع بيدي روح حلوة قوي للشقة، يعني انا بصراحة لسه حيطاه قريب، فمدي روح حلوة كده ونفسي كمان بصراحة ان انا اعمل زرع في البلكونة، بس زرع بقى مش صناعي يعني زرع طبيعي. بس مشكلة ان انا البلكونة عندي دايما قافلاها بالستارة زي ما شفتوا في اول الفيديو، فحابة اشوف يعني اسأل كده في مشتل يكون زرع بينبت على الضوء، يعني بيكبر على الضوء. ف او اجيب كمان زرع، يعني اجيب حاجات ان انا استفيد بيها، يعني ممكن ازرع نعناع، كزبره، شبت، البقدونس، الحاجات دي سهله وبس مشكله في الشمس. يعني انا بصراحه دايما قافله ستاره، لان لو لاحظتوا ان البلكونات عندي قصاد البلكونه اللي قصادي فمكشوفه دايما، فعلى طول قافله الستاره عشان كده. خلاص هنا كمان بدات المع برضو الشاشه بالمناديل الوايبس، وبعد ما بلمعها بالمناديل الوايبس على طول بنشفها بمناديل عاديه علشان طبعا ما تبص. وهنا بقى جبت جردل وحطيت فيه شوية مية، وما كانش عندي بصراحة معطر فحطيت الباهي. بدأت بقى اجيب الفوطة دي عاملة زي الجوانتي كده بلبسها في ايدي على شكل كده فيل، فبدأت كده اغسلها واعصرها كده كويس، وبدأت انشف بيها النيش. عايزة اقول لكم ان بحب اعمل بيها النيش، لان المناديل الوايبس لما بتتعمل على مش عارفة ليه على النيش بالذات بحسها بتجير، فبدأت اعمل دي وبغسلها وبعملها تاني يعني. بس انا بعمل الخشب بس اللي هو حوالين النيش ده. عايزه اقول لكم ان النيش ده بجد بتمنى ان انا اخلص منه، يعني فكره سيئه جدا النيش ده بصراحه. يعني انا مش بفضل النيش، يعني بفضل لو نعمل اللي هي الضلفه الصغيره كده نحط فيها حاجات بس كده بسيطه، او نعمله اللي هو النيش في المطبخ. انا كمان لمعت الازاز، بس طبعا ما عرفتش المعه معاكم لاني كنت هظهر عشان المرايات اللي جوه النيش، والنيش كان عندي جوه زي الفل. دي ضلفه دي كانت يعني ابني ربنا يهديه كان كسرها لي، فنضفته كده وخليته زي الفل. وانا بعمله يعني اسبوع ممكن اسبوعين، يعني كل اسبوعين انزله كده واعمله، لان بيخش له تراب كتير. عايزه اقول لكم ان انا دور عالي، فعلشان كده دايما شقتي فيها تراب. بدات كده كمان اجيب اللي هي البتاعه بتاعه المكنسه اللي هي ببوز طويل دي، وبدات اشفط كل التراب اللي في المجرى، وبدات كمان المع التراب اللي في المجرى ده، يعني اللي هو التراب الناعم ده. عايزه اقول لكم الدور الاخير على قد ما هو حلو وبيجيب هوا وهواه حلو، بس بصراحة فظيع في التراب. خلاص انا هنا لمعت كل حاجة المفروض تتلمع في الصالة، ونضفت كل حاجة، ومفروض نفضت كده كل الانتريه. كمان كنت زعفت الحيطان، بس طبعا ما جبتهاش معاكم يعني عشان الفيديو ما يطولش. وبدأت كده اشفط السجاد، و اشيل اي تراب كده عليه، اي وبرة كده عليه. بصوا انا هنا زي ما قلت لكم انا مش هشد السجاد وهمسحه، بس هشيل كده السجاد اللي ينفع يترفع، واكنس كمان تحت منه، وكمان المع كده اي سيراميك باين كده اديله تلميعه، بحيث لو في بقعه ولا في اي ترابه ناعمه ابقى لمعتها. وتبقى كمان الشقه ريحتها حلوه، يعني تبقى الارض كمان مديه ريحه حلوه. وهنا هبدأ كمان اعمل التنظيف زي ما قلت لكم السجاد على الناشف. انا بعمله كل اسبوعين، يعني كل اسبوعين كده بعمل تنظيفه للسجاد على الناشف، غسله على الناشف. بجد بتخلي السجاد دايما عندك نظيف، وبتغسليه بعد فتره طويله، يعني ما بتحتاجيش تغسليه على طول. انا كنت حاطه هنا في الجردل باهي، وكنت حاطه كلوريكس علشان لو في اي بقع يا دوبك بنحط الفرشه نفضها كده ونبدا ندعك. اوعي تبلي السجاد قوي علشان طبعا ما يعملش معاكي ريحه كمكمه، لان احنا هنهويه وهو مفروش في الارض. بجد الحركه دي بتخلي دايما السجاد نظيف معاكي. عايزه اقول لكم بقى بصوا الشقه وجمالها وحلاوتها. بصوا الريسبشن بقى زي الفل وكده، راحه نفسيه حلوه، وبنبدا نبخره كده نخلي ريحه البخور تملى كده الانتريه. واللي عايزه اقول لكم اللي على الانتريه دي مش كسوه، دي ستاره. دي ستاره كانت عندي كان فيها شيفون من النص وكده واتقطع، فقصيتها وعملتها ستاره. ده كده الفيديو النهارده، هستنى رايكم وتقولوا لي رايكم ايه في الريسبشن.
واستنى تعليقاتكم الحلوه. ولو انتي وصلتي للفيديو ده ما تنسيش تعملي لايك واشتراك. لو انتي ما عملتيش اشتراك اعملي اشتراك عشان الفيديوهات اللي جايه تبقى احلى. وده غدا كده النهارده عملته بسيط كده، عملت سمك مشوي ورز وما لحقتش اصوره معاكم، معلش. واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.